الاستاذ سامي الشماع الخبير الاثري الكبير وعالم المصريات. استاذ بسام صباح الخير. صباح النور عليكم جميعا وعلى اصدقائنا واخواتنا في الاستوديو، وسلام خاص طبعا لاخويا الحبيب والعبقري نجيبوس. انا كان ليا الشرف ان انا يعني اطلق عليه لقب نجيبوس لانه بالفعل نجيب، وانا بكلمك فعلا يا حاتم من غرفه القناع الذهبي للملك توت عنخ امون بعد ما رجع من عدة ايام الى مكانه الاصلي اللي احنا متعودين عليه، فبنقول له شرفت مكانك يا ملك الذهب. بالظبط كده. نعم. القناع يعني لما حضرتك متعود تشوفه منذ عشرات السنين وانت طبعا صغير مش كبير ولا حاجه، لكن دقنه اخبارها ايه؟ طمنا عليها. شوف انا باصص عليه دلوقتي وانت بتكلمني، اولا انا شايف ان في فريق يعني واضح ان هم عملوا من وجهة نظر المتواضعة، واضح ان هم يعني نقدر نقول لمعوه بشكل واضح. انا شايف الشكل ضخم اهو، انا ببص بص قبيل اعتبر كده. انا شايف الشغل حلو، شايف ان المادة الزيادة اللي كانت محطوطة خطأ اللي هي مادة الايبوكسي مش واضحة. واضح ان هم تخلصوا من جزء كبير او منها كلها، ودي كانت مشكلة يا حاتم لان مادة الايبوكسي دي قيل عنها انها مادة غير مسترجعة، يعني ما بترجعش زي حاجة زي الامير كده. فهنا بقى يعني كانت علامة الاستفهام ازاي ان هو يترمم بالشكل ده. طبعا هم وزارة الاثار عملت بعض الحاجات والتغييرات، وكانت مديرة الترميم مش عارف اتنقلت، والمهم يعني ده كان النظام القديم ده ترميم يعني زير في ناصية من نواصي الريف المصري، يعني مش يعني واخد بالك اللي هو يا جماعه انتوا بتتعاملوا مع قناع توت عنخ امون، واخد بالك اللي هو يعني بتتعامل مع اقوى قطعه اثريه في العالم كده. الحقيقه الترميم دوت حصل من للاسف حاتم من اشهر عديده، يعني مش من سنين ولا حاجه، مش من مثلا 30 40 50 لا. نعم. اللذيذ بقى في الموضوع ان في صوره ابيض واسود تداولت للقناع والدقن بتاعته قدامه، يعني ما كانتش لازقه فيه. كانت الصوره دي واضحه ان الملك فاروق كان واقف قدامها. فمن الواضح ان الدقن ديت كانت في الاصل متركبه، مش جزء من القناع الذهبي، يعني مش قطعه واحده، لا دي متركبه. العجيب بقى ان وهم بص بقى رب ضاره النافعه ازاي بقى في الاثار، بص على الناحيه الايجابيه يعني. وهم بيحاولوا يشيلوا الايبوكسي الماده الخاطئه اللي هم استخدموها لبعض مرممي المتحف المصري، لقوا ان الضغن ذات نفسها موجود فيها بار جواها، حاجه زي كده عصايه جواها كده. بار قضيب حديد يعني زي حاجه كده. ودي بقى الحاجه اللي كانت بتخش في الدقن الاصليه عشان تربط الضغن المستعار بالوجه. يبقى معنى كده انه تركيب، انه مش جزء من وده دليل على ان لا احنا لسه ما عرفناش لغايه دلوقتي القناع الذهبي بتاع توت عنخ امون اسراره ايه. وبالتالي لما كانت وزاره الاثار اعلنت في الجريده الرسميه في الاخبار ان هم هيعملوا كتيب قريب وهيطلعوا الاسرار اللي العلماء شافوها وهم بيصلحوا الترميم الخاطئ، احنا كلنا في انتظار. بالظبط، احنا كلنا في انتظار هذا الكتيب يا حاتم علشان يقول لنا معلومات اكتر، وخصوصا ان انا عندي من كام سنه كده كان عندي شك ان توت عنخ امون مات مغتالا، وكان في دراسه اتعملت ان وجنته اليسرى، بص بقى الشغل الناس بتشتغل، وجنته اليسرى فيها 1 ملم تقريبا اكتر من وجنته اليمنى، وده معناه ان ممكن يبقى ورم وان يكون اتضرب في وشه ويكون هو ده سبب وفاته، ولسه هنشوف كانت النظريه دي صحيحه ولا لا. مجرد ما يصدر هذا الكتيب ان شاء الله لابد ان نعكف عليه في الاذاعه، وطبعا في حضره الاستاذ الكبير الاستاذ الشماع نتناول هذه التفاصيل التي ربما تكون مهمه جدا لقطاع كبير من المهتمين بالحضاره المصريه القديمه. احمد نجيب بيقول لي طبعا يعني سلام عليك يا حبيب والديك كده يعني. بالظبط كده. هو اخيرا يا حاتم حني معاكم علشان ادي الفرصه للشباب الجميل العظيم اللي شايل الشعله. بس قبل ما تسيبنا الى اي مدى احمد جميل ورفاقه عاملين طفره في مدرسه الاثري في المتحف المصري، والى اي مدى يمكن بجهودهم ان تتاثر السياحه المصريه تاثرا ايجابيا؟ هذا هو السؤال الاخير. استاذ حاتم لما بتيجي تحضر لنجيبوس محاضره وبيبدا يشرح لك فيها الاثار المصريه ويبدا يقول لك معلومات احنا ما كناش عارفينها بعد 34 سنه من قراءه في التاريخ، وعندما تقف امام هذا الشاب المصري اللي انا اعرفه عن كتب واعرف قد ايه هو بيحاول يوصل الفكر
لمتحدي الاعاقه، وفي نفس الوقت الاستاذ نجيب ايضا حافظ لقوانين متحدي الاعاقه ويطالب بال5% واكثر من 5%. فاذا نحن امام منظومه شبابيه مصريه بتطالب بتفعيل القوانين لفئه جميله من الشعب المصري. ويكفي ان انا اقول لك ان المصري القديم زي ما نجيب اتعلمنا لم ياخذ مثلا التقزم كمرض. اذا من قزم ولا تسخر من كذا، يعني في هناك كلام على استخدام الاحترام. فبالتالي احنا مش اقل من اجدادنا ان احنا نحترم كل البشر وكل الناس ومن حقهم. اخيرا لو عندي اضافه للمتحف المصري وللاثار المصريه، ارجو ان وزاره الاثار تبدا تنتبه الى فكره ان المعابد والمقابر والمتاحف تبقى معموله مخصوص لمتحدي الاعاقه. الحكايه دي موجوده في العالم كله، وده دليل على التفوق والرقي الاجتماعي. احنا كمان لازم نبين الرقي الاجتماعي، لان انا بتخيل ان فوق ال 20 مليون متحدي اعاقه في العالم مستنيين ان اثارنا تبقى علشان يجوا يزورونا، ويبقى دي سياحه اسمها سياحه متحدي الاعاقه، ودي تبقى حاجه جميله جدا وجديده علينا. طيب اشكرك شكرا جزيلا استاذ سامي شماع الاثري الكبير وكاتب المصريات. و بس هو نجيب بس عايز يقول لحضرتك تعريف. اتفضل. هو اولا معظم المقابر هنا في مصر هي غير متاحه او صعب ان يتعمل فيها رمبات اللي عندهم اعاقه حركيه على كرسي متحرك، صعب انه هينزل تحت. فانا بفكر في حاجه تانية، ليه ما يبقاش فيه ولو مستنسخ من كل مقبره مثلا، او بلاش كل مقبره، اشهر المقابر يبقى ليها مستنسخات بره في جنب، وده هيبقى افضل وهيبقى اسهل وهيبقى يعني اكسلتي افضل. بص يا نجيب، سهل على فكره بالمناسبه، في المقبره مش صعب ولا حاجه. معبد ابو سمبل اتعمل في ارضيته كلها اتعملت خشب من زمان، هتبقى تكلفتها اقل. لو انت عايز تعمل مستنسخ لمقبره دي هتبقى تكلفه عاليه جدا، والمكان هيبقى بعيد عن الاثر، وبالتالي التاتش بتاع الاثر او لمسه الاثر وشعورك بالاثر وشعورك بالبيئه اللي في الاثر هتبقى مش موجوده عندك. لا، سهل جدا ان انت تحط خشب وتعمل رمبات وتعمل اسهل السهولات. المتاحف بيتعمل فيها اليفيتورز، يعني مصاعد، والمصاعد ديت والسلالم الكهربائيه، وده سهل جدا ومش مكلف. فبالتالي لا، سهل على وزاره الاثار انها تطلع نسبه من دخول السياحه. وانا شايف يا استاذ حاتم بالمناسبه النهارده في المتحف المصري بسم الله ما شاء الله في سياحه كويسه. اوكي مش ممتازه لكن كويس، لا جيد، ممكن اطلق عليها جيد جدا. ممتاز. وده عدد كبير، انا يعني عيني ما اتعودتش عليه في الفتره اللي فاتت، فلا احنا ممكن نشوف المستقبل ان شاء الله. يا مسهل يا مسهل خير ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. اتفضل. الله يخليك. مع السلامه. الله يخليك.